لقاء العمالقه. لقاء الصراحه. طبعا انا ما قلتلكش اقول لك ايه، قلت لك خلينا تلقائيين. طيب اتفضل. اول حاجه عاوز اسالك عليه، ايه رايك في الجاليه المصريه في فرنسا؟ لا انا مش عارف اقول ايه، بس خليني اقول لك على حاجه. اولا الجاليه المصريه في الخارج عربيا في الخليج العربي، عشان انا كنت عايش نص عمري في الخليج العربي وعلى احتكاك بيهم. طبعا هي جاليه من اعظم الجاليات، وعلى راسها طبعا الجاليه المصريه في السعوديه اللي انا اتشرف اكون يعني منها سابقا. كلها ناس افاضل، اطباء، دكاتره، اساتذه في الجامعه، ناس عمالقه، في مستشارين في جهات حكوميه في السعوديه. خلينا نتكلم عن فرنسا. ده في السعوديه ده مقدمه. اما في فرنسا، لما جيت فرنسا طبعا لا، في جاليه محترمه نعرفها كويس جدا، ناس بتشتغل في اماكن كويسه جدا، اماكن حكوميه واماكن غير حكوميه موجودين في فرنسا، مصريين متجنسين وناس محترمه وفي حالها وناس تشرف قوي. اسالك سؤال. اتفضل. بس بجد من غير زعل، ليه منقسمين؟ يعني ايه منقسمين؟ انا حاسس كده انتوا عندكم جروب سفراء مصر، لا وجروبات تانية بحس ان في ده جنب لوحده، جروب الطلبه جنب لوحده. انا بقابل طلبه هنا كتير بحس ان هم مش مؤذين كده، احنا جنب لوحدنا وانتوا جنب لوحدكم، وبتوع المارشي جنب لوحدهم، بتوع المارشي مع بتوع البطيمه، رجال الاعمال جنب لوحدهم، البطارين جنب لوحدهم. ليه؟ لا انتوا برضه جنب لوحدكم بكل صراحه والله. لا شوف، اوروبا بالذات وفرنسا وايطاليا تحديدا، المصريين اللي جم هنا خصوصا اللي بتتكلم عليهم، الناس برضه اللي فيهم ناس كتيره جدا افاضل محترمين بيشتغلوا في الباتيمو ولا في البارشيه، كتير فيهم ناس كتيره محترمه جدا، وهم في حالهم، في ناس كتيره جدا في حالها وعملت شركات، اشتغلت وخدت ورق وعفرت وقابلت تحديات كبيره جدا وعملت بصمه كبيره جدا. دول موجودين وفي حالهم، ما حدش ينكر ده. بس يمكن الجاليه المصريه اللي هنا بالذات تحديدا، يمكن مش هقول عليها صعبه شويه، لكن هي قابلت تحديات وهي جايه من مصر، ان اغلبهم جم بطريقه غير شرعيه، بطريقه غير نظاميه. فالغالب الاعم اللي احنا ممكن نشوفه في الشارع، علشان كده انا بشوف كتير جدا، بشوف ناس مصريين من اللي هم ممكن تقول عليهم اللي هم مثلا القدام، اللي هم اقدم مني بكتير، اللي اتجنسوا وشغالين في وظائف كويسه، ما بيقولوش ان هم مصريين. انا عارفهم. ليه بقى يعني؟ لانهم بيشوفوا في الشارع سلوكيات لبعض المصريين لا تليق بالدولة المصرية الجميلة. نصيحتي أنا، يمكن لما جينا في الأول حبينا نعمل ندوات تثقيفية للجالية المصرية، وخصوصا اللي جم بطريقة غير شرعية، يتعمل لهم دورات تأهيلية، أولا نعرفهم بقيمة الدولة المصرية وحضارتها وتاريخها وعظمتها. ما لقيناش رد فعل إيجابي من أغلب الناس للموضوع ده. منهم هم شخصيا، لا هم عندهم استعداد، انا متاكد ان عنده استعداد. مفيش انسان وحش 100%، الانسان حتى عنده قابليه للتغيير لو لقى حد اللي هو يطبطب عليه او حد ياخده كده جنبه. لكن للاسف دي محتاجه مؤسسات، وخصوصا مؤسسات حكوميه، يعني تتمثل في السفاره المصريه او في المركز الثقافي المصري، هو المفروض اللي يقدم الدور ده. غير كده ما ينفعش. او احدى الجمعيات اللي ليها شأن وليها ثقل، وليها يعني تستعين برضو كمان بالخبرات. مش اي حد لازم يكون حد عنده رؤية وعنده هدف. ده مشروع، لان في الاول والاخر عايز اقول ان اي حد وحش حتى او مش كويس بيقدم صورة مش وحشة في اي مكان وبيقول انا مصري، فهو برضو للأسف بيسيء للمصريين بره وجوه، واحنا ده ما بنحبوش. علشان كده ارجع لسؤالك او ارجع اجاوب على سؤالك، ان فعلا في ناس كتيره جدا مصريين هنا ما بيقولوش قدام الناس ان هم مصريين. ربنا يهدي الجميع، وشكرا للقاء ده والله اتشرفت بيك. ميرسي. ربنا يوفق الجميع. نصيحتك ليه ايه؟ ليك انت؟ لا كمل محتوى حلو يعني؟ كمل، ما تلتفتش. لا طبعا مستواك يعني ما شاء الله، انا شفت محتواك رائع وجميل وبتقدم حاجه كويسه، انا مبسوط بيها. شكرا حبيبي والله. شكرا يا حبيبي. ميرسي والله حبيبي. ميرسي.